اهلا بيكم، اهلا بكل حبايبنا وكل متابعينا في منوعات كريم مع محمد عبد الكريم. النهارده هتشوفوا معانا فيديو صادم جدا. فيديو بيحكي في 3 دقايق قصة محامي او حكاية محامي شاطر جدا، محامي قدر ان هو يجيب احكام على ناس ضد القانون. محامي لازم كلنا نرفع له القبعة، شاطر في عمله، الكل يشهد له بالنزاهة. قدر ان هو يصد ناس ضد القانون ويجيب عليهم احكام قضائية، وحتى الان لم تنفذ هذه الاحكام ومحدش قادر يقبض عليهم. لكن مش هو ده المشكلة الناس دي عملوا ايه؟ 7 أو 8 من الشباب اللي هم خارجين على القانون، اللي هم عليهم احكام قضائية جابها المحامي ده، عملوا ايه بالظبط؟ جمعوا نفسهم، راحوا الى فيلا المحامي او منزل المحامي للاسف الشديد وتهجموا عليه واصابوه باصابات بالغة، منها كسر في الجمجمة في الرأس. هتشوفوا معايا فيديو صادم جدا جدا جدا. الجماعة دي ازاي بيتجمعوا، الكاميرات جايباهم ازاي وصلوا داخل او امام فيلا المحامي، وازاي اقتحموها، وازاي هجموا على المحامي، وازاي هشموا العربية بتاعته وتقريبا بوظوها خالص، وازاي ضربوه على دماغه وكمان اصابوه بكسر في الجمجمة. الحقيقة انا بوجه نداء الى السيد عادل عفيفي، نقيب محامين الشرقية، وكمان نقيب العام للمحامين السيد عبد الحليم علام. خليكم معايا وهتشوفوا فيديو صادم جدا، فيديو بيأكد ان بلدنا اصبح فيها خلل او المجتمع فيه خلل، مش عارفين ماله. هل هي شريعة الغاب؟ هل كل واحد عايز ينتقم من واحد يجيب شوم او عصاية ويطلع عند بيته ويحاول ان هو يقتله؟ يا جماعة ده شروع في قتل المحامي الآن بين الحياة والموت. المحامي يصارع الموت بعد إصابته بكسر في الجمجمة. خليكم معايا وهتشوفوا فيديو صادم جدا، تابعوني. شفتوا فيديو صادم جدا، فيديو بيأكد ان الناس دي اللي عليها احكام ما عندهاش اي نية ان هي تلتزم بالقانون. الناس دي لو عندها النية ان هم يلتزموا بالقانون ما كانوش جمعوا نفسهم كده بهذا الشكل وتهجموا على فيلا او منزل المحامي الاستاذ وليد واصابوه بقطع غائر في الرأس. حالته الصحية صعبة جدا في المستشفى حاليا ومش عارفين حالته الصحية عاملة ازاي. لكن معانا صورة او معانا صور لشكل دماغه او شكل راسه بعد الاصابة، ومعانا صورة تانية من الاحكام القضائية اللي هو جابها ضد الناس دي واللي هي سبب المشكلة. الناس دي عليها احكام قضائية.
الناس دي مش ناوية تلتزم بالقانون حتى بدون اي احكام. ان هم يتجمعوا ان هم يقتحموا فيلا المحامي او منزل المحامي ويحاولوا يقتلوه، ده شروع في قتل، ده شروع في قتل. فالناس دي ما عندهاش نية الالتزام بالقانون. طيب الناس دي عليها احكام، ازاي حتى الان لم تنفذ هذه الاحكام؟ نتيجة لده اتجمعوا وعملوا جريمة تانية. يبقى كان من الباب اولى ان انا انفذ الاحكام دي، يتم القبض عليهم وتنفيذ هذه الاحكام. ليه؟ لان في نوعية من الناس كده لما تلاقي نفسها عليها حكم او عليها حاجة واجبة التنفيذ قانونية ومفيش حد بيتدخل، مفيش حد بيقبض عليهم، بيفتكروا البلد سهلة والبلد سايبة. الحقيقة بوجه نداء للسادة الضباط في إدارة تنفيذ الأحكام بالشرقية، السيد اللواء مدير الإدارة، الناس دي عليها أحكام قضائية واجبة التنفيذ. الناس دي لن تلتزم بالقانون، الناس دي ما عندهاش نية ان هي تلتزم بالقانون، وإلا ما كانوش جمعوا نفسهم تاني 3 أو 4 منهم أو 5 منهم وتهجموا على محامي وحاولوا يقتلوه وسط أبنائه قدام زوجته وأمه وأبوه وأبنائه. إزاي يعني؟ البلد فيها قانون، البلد فيها قانون. ما ينفعش ناس يبقى عليها أحكام تتساب كده لمدة سنة أو أكتر من سنة محدش عارف ينفذ حكم واحد. يعني 7 أو 8 عليهم أحكام، مفيش واحد عارف ينفذ حكم على حد، مفيش حكم اتنفذ على واحد، لم يتم القبض على أي واحد منهم. طب إزاي؟ وآخر حكم طلع جمعوا نفسيهم وراحوا يقتلوا المحامي. المحامي هنا تحول إلى خصم، إلى عدو بدون أي داعي. هل ينفع ان يكون في بلدنا ناس عليها احكام تتساب كده؟ ازاي؟ ازاي ادارة تنفيذ الاحكام في الشرقية فين؟ ضباطها فين؟ يا جماعة الناس دي خطر على المجتمع، الناس دي ما عندهاش نية ان هي تلتزم باي قانون. الناس دي بدأوا يتهجموا على المحامي وكانوا يقتلوه، معنى كده ان هم ممكن بعد كده يعملوا اي بقى حاجة في اي ممثل للقانون تاني، ضابط شرطة، وكيل نيابة، اي حاجة بقى، طالما بدأوا بالمحامي واصابوا المحامي داخل منزله او قدام منزله، والمحامي بين الحياة والموت في المستشفى. الحقيقة المشكلة مش مشكلة محامي أصيب أو محامي حد اعتدى عليه. نعتبر المحامي ده أي مواطن تاني. أنا عندي ناس عليها أحكام ضد القانون، عليها أحكام قانونية، عليها أحكام إن هي قامت بأفعال منافية للقانون، ضد القانون، صدر عليها أحكام، ومعانا أرقام الأحكام دي ودلوقتي هتلاقوها في الفيديو.
ارقام الاحكام دي معانا. طب الناس دي حتى الان لم يتم القبض عليها. الناس دي مش بتهدد المحامي بس، هي بتهدد اي مواطن تاني، بتهدد اي سلطة تنفيذية او قضائية. الناس دي مش ناوية وما عندهاش نية تلتزم بالقانون. في نوعية من البشر كده، في نوعية من البشر كده، طالما قدر واستعفى وجمع نفسه وراح وتهجم على ممثل القانون اللي هو المحامي، ممكن يعمل كده مع اي حد تاني سواء اعلى منه او اقل منه. الحقيقة بختم بنداء تاني الى السادة الضباط والسيد اللواء مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالشرعية. لابد من القبض على الناس دي يا فندم، ولابد من تنفيذ الأحكام اللي عليها يا فندم، علشان الناس دي خطر على المجتمع. الناس دي خطر على المجتمع. أسيبكم مع الفيديو الأخير دوت، هتشوفوا فيه طبعا الحالة السيئة اللي وصل ليها الأستاذ وليد المحامي، ومعانا صورة ضوئية للأحكام القضائية اللي هو خدها على الناس اللي حاولوا يقتلوه أو تهجموا على منزله. خليكم معانا.